بسم الله. أحيانا وإحنا بنتعامل مع الناس، أحيانا بنتعامل مع مسلمين وأحيانا بنتعامل مع غير مسلمين. ربما يتكلم البعض ويقول بأن التعامل مع غير المسلمين يكون أرقى وأعلى، ولكن عندما أتعامل مع بعض المسلمين يكون فيه غلظة أو غش أو خداع أو إلى غير ذلك من الأمور. لكن غير المسلم تجد في أكثرهم أنهم منضبطين وأنهم عندهم كذا وكذا. هذا أولا فيه بعض المغالطات، لكن في هذه الدقائق لن نتكلم عن المغالطات، هل هذه قاعدة أو غير قاعدة، لن نتكلم من حيث هذا الأصل، ولكن أريد أن أتناقش من مسألة أخرى ومن بعد آخر ومن زاوية أخرى، وهو أننا افترضنا أن هناك بعض المسلمين أعمالهم غير موافقة لكتاب الله أو لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق أو المعاملات أو غير ذلك، وأن هناك بعض غير المسلمين هم أعمالهم وأخلاقهم ونفعهم للناس عظيم ومتعد ويتكلمون كذا ويفعلون كذا، ولكنهم على غير التوحيد. هنا لابد وأن نتكلم بكلام شرعي وبقواعد ثابتة. أول شيء، الله عز وجل عندما خلق الحياة إنما جعلها دار بلاء، والآخرة هي دار القرار. لذلك لما اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم اختار له الآخرة، قال: وللآخرة خير لك من الأولى. فالله تبارك وتعالى إنما جعل الآخرة هي دار القرار، فيها جنة وفيها نار، ورتب الثواب والعقاب على التوحيد وعلى الإيمان به، فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن القاعدة إنما هي على توحيد الإنسان لله عز وجل وعلى إيمان الإنسان بالله تبارك وتعالى. لذلك عندما بعث النبي معاذا إلى اليمن قال: اعلم أنك ستأتي قوما أهل كتاب، واعلم أن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوا، يعني إنهم أطاعوك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات ثم. يبقى القاعدة الأولى هي الإيمان بالله عز وجل، وعليه أساس قبول العمل أو رده، لأن الإنسان إن جاء بالتوحيد وفعل أفعال تقبل هذه الأفعال إن كانت صالحة، وإن كانت غير صالحة يعاقب عليها عند الله عز وجل أو ربما في الدنيا. جعل الفلاح والخسران على أمر التوحيد وعلى أمر الإيمان به سبحانه وتعالى. إن انتقلنا إلى الآخر الذي هو غير مسلم فقد فقد أصلا أصيلا، وهو الإيمان بالله عز وجل، وعليه النفع في الآخرة وفي الدنيا أيضا. فإن فقد هذا الأصل وهو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفعل أفعالا صالحة، هذه الأفعال يكرم بها في الدنيا، وفعل أفعال صالحة يكرم بها في الدنيا ويؤخذ حظه من الدنيا إن كان مالا أو إن كان جاها. لكن عندما يموت وينتقل إلى الدار الآخرة فأول أمر يحاسب عليه هو توحيده بالله عز وجل، هو إيمانه بربه تبارك وتعالى. إن فقد هذا الأصل وهو الإيمان، ما يأتي بعد ذلك فهو مردود غير مقبول عند الله عز وجل، أخذ حظه في
الدنيا، أما الآخرة فلا حظ له. يقول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا بد وأن تعلم أولا أن مقياس الشرع إنما يكون على التوحيد وعلى الإيمان بالله عز وجل. إن فقد الإنسان هذا الركن يكرم في الدنيا لا شك في ذلك، وربما يصل إلى أعلى المراتب لا شك بذلك، أخذ حظه في الدنيا. أما في الآخرة فغير ذلك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال الله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون عند الله. هذا المسلم إن فعل أفعال غير صالحة في الدنيا سواء كانت أخلاق أو معاملات أو غير ذلك، لكنه أتى بتوحيد، عندما يأتي ويعرض على الله عز وجل أول شيء التوحيد. إن كان موحدا على قدر عقيدته وتوحيده يكون غفران الذنوب وتكفير السيئات. ولربما عوقب هذا الإنسان على قدر ذنوبه وعلى قدر معاصيه، لكن توحيده وعقيدته تأخذه بعد ذلك إلى الجنة. هذا الكلام لا يفتح الباب على أن الإنسان لا يزكي من نفسه، لا، فالأمر جلل، النار عظيمة والعقاب عسير. قال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن المسألة أن الباب أمامه مفتوح ما دام أتى بالتوحيد. أما الآخر فالباب مغلق تماما، إن أتى بما أتى من أفعال خير من الخيرات ومن الحسنات ومن لكن الباب أمامه مغلق. فلا بد وأن نصحح المفاهيم والمغالطات، لأن من يريد الزج بالإسلام وبأحكام الإسلام عن طريق بعض أفعال المسلمين نقول له: هيهات، لقد أوضح لنا ربنا تبارك وتعالى كل شيء في كتابه. فالمسلم لابد وأن يزكي من نفسه، ولابد أن يطهر منها، ولابد وأن يرتفع في الدنيا بتزكية نفسه حتى يكون صالحا في دنياه وحتى يكون صالحا في أخراه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة والفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.